النهاردة وصفتنا عن المعمول، معمول ملوكي فاخر، هيخليكوا تستغنوا عن المعمول الجاهز اللي بتشتروه من برا، وزي ما انتوا شايفين هش وناعم وبيدوب في البق دوبان غير طبيعي، وزي ما انتوا شايفين في الفيديو كده. هنبتدي دلوقتي نقول المقادير، هيخليكوا كمان تستغنوا عن أي وصفة جربتوها قبل كده إن شاء الله. 100 جرام من الزبدة تكون ساقعة بس في نفس الوقت طرية، عليها 50 جرام من الجبنة الكريمي، أو 3 قطع من الجبنة، ويا ريت نستخدم حاجة مش مقاطعة، معلقتين كبار من السكر البودرة، ونبتدي ندمج المكونات كويس جدًا مع بعض. يعني إحنا النهارده هنعمل معمول فاخر، وزي ما بيقولوا يا معمول يا بلا. هنحط كوباية من الدقيق، عليها نص كوباية من الحليب البودرة اللي حمصناه على النار، ويكون دهبي فاتح كده، ما يغمقش منكم أكتر من كده عشان الطعم ما يغيرش، وكمان عشان نقدر نختبر السوا بتاعه كويس في الفرن، ما نشوفش ان هو استوى وهو يكون ني من جوه. تمام، وهنبتدي ندمج المكونات مع بعض كويس بالمعلقة كده، وبعدين بقى ندخل بايدينا زي ما متعودين. انا عملت مقدار صغير عشان الكل يجرب، وكمان عشان الظروف بتاعة كل الناس، يعني نقدر نفرح الولاد بحاجة بسيطة. يعني اللي كان بيعمل كمية يقدر يعمل حاجة صغيرة، بحيث ان الولاد برضو يحسوا بالعيد. وهنبتدي كده ندمج كويس الخليط بتاعنا. احنا المعمول زيه زي الكحك، مش بنعجن، بنلم بايدينا كده، فاهمني؟ بس كده العجينة بتاعتنا هي طرية. هنبتدي بقى نختبرها، هاخد قطعة اختبرها عشان ممكن ما نضيفش ليها اي سوائل. نخدمها بايدينا كده كويس. لو ضغطنا عليها وشققت هنضيف السائل بتاعنا. انا هنا السائل بتاعي معلقة كبيرة من الحليب المحلى المكثف، حطيت عليها معلقة من المية، والاتنين يكونوا ساقعين. ولازم نشتغل في درجة حرارة ساقعة، يعني مكان بارد، درجة حرارة ساقعة في مكان بارد، والسائل بتاعنا يكون ساقع من التلاجة، عشان العجينة بتاعة المعمول حساسة. لو ساحت منِّك دخّليها التلاجة وطلّعي حتّة، حتّة اشتغلي منها، فاهماني؟ عشان تطلع ناجحة معانا، والرسمة بتاعتها والنقشة تفضل محتفظة برسمتها ونقشتها كويس جدًا. دلوقتي هناخدها أهي، قرّبت محتاجة بس تتخدم شوية في الإيد وخلاص كده، أهي. ضغطت عليها ما شقّقتش، هابتدي أعملها بالمنقاش، وباحب جدًا الرسمة بتاعة المنقاش عن أي أشكال تانية أو أي رسومات تانية يعني. تقدري تستخدمي المنقاش، تقدري تستخدمي المكبس، تقدري تستخدمي القالب بتاع المعمول اللي هو الخشب، زي ما تحبي. هنا أنا محضّرة الحشوة بتاعتي، تمر وملبن وحاطة فيه مكسرات. الحشوة من المعلومات اللي أنا جمّعتها، الحشوة بتاعتهم رقم 1 أو الحشوة الملوكي بتاعتهم هي التمر. بنحط لكل ربع كيلو معلقة من السمنة وما نكترش عن كده، عشان ما يخلّيش المعمول يشقّق معانا ونحتار هو إيه اللي حصل أو كده. يعني اللي بيخلّي المعمول يشقّق سمنة زيادة في الحشوة، أو قعد كتير في الفرن، هو من 7 ل10 دقايق بس في الفرن يا جماعة، لو تخطى عن ال10 دقايق هيشقّق. العجينة بتكون قد حجم الحشوة أو أصغر من أو أكبر منها حاجة بسيطة، عشان هُم عندهم المعمول لازم يبقى باين الحشوة منه من جوّه. فاهمينّي كده؟ وهنبتدي ناخد بقى كل كورة من العجين ونحط فيها الحشو، ونكورها نقفلها كويس، بس ونلفها كده، وتستخدموا بقى المنقاش أو المكبس زي ما تحبوا. الكورة بتاعتنا جميلة أهي وما فيهاش أي تشقُّقات. بس هنعمل واحدة كمان، هنفتح تاني، هنخدم العجينة كده في إيدينا، نفتحها كده نفردها ونحط فيها الحشوة بتاعتنا ونقفل عليها كويس ونكورها. تمام. زي ما انتم شايفين كده القطعة بتاعتنا ما فيهاش اي تشوقات ولا اي حاجة، كده العجينة بتاعتنا كويسة جدا. هنبتدي هنا بقى نعمل بالمنقاش، وانا من الناس اللي بحب جدا الشغل بالمنقاش. كنت احب زمان قوي واحنا قاعدين بنعمل الكحك والبسكوت كده، اقعد اعمل بالمنقاش. بس تعملي يعني الشكل اللي يريحك، ممكن تستخدمي المنقاش، تستخدمي القالب بتاع المعمول، تستخدمي المكبس اللي يريحكم خالص.
بس هيطلع معاكم معمول بمنتهى السهولة ومنتهى الحلاوة والجمال كده زي ما انتوا شايفين. تعملوا معمول فاخر. أنا قصدت إن إحنا نعمل كميات صغيرة عشان خاطر برضه إيه، مراعاةً لظروف الناس كلّها، يعني نفرّح الولاد ولو بكمية بسيطة. أنا آسفة طبعًا أنا عندي دور برد جامد فصوتي عامل خالص. بس ده المكبس بتاعي اللي هاستخدمه. سر بقى من أسرار المعمول إن أنتِ لازم تحطّي المكبس ده في الدقيق قبل ما تشتغلي عشان ما يلزقش في قطعة المعمول بتاعتنا وال والشكل بتاعنا يبوظ، تمام. بادخّله التلاجة لمدة دقيقتين لحد ما الفرن بتاعنا يسخن جدًا. الفرن بتاعنا لازم يبقى سخن جدًا، جدًا، وبندخّله من فوق الأول، يعني تحت الشواية الأول عشان الرسمة ما تتمسحش معانا، تمام. بالضبط 3 دقايق، وبعد كده بتطفي وتشغّلي من تحت 4 دقايق، ما يتخطّاش ال10 دقايق. لو اتخطّى ال10 دقايق زي ما باقول لكم هيشقّق، تمام. هيطلع معاكم بقى المعمول بمنتهى الجمال كده. الرسمة بتاعته واضحة، محتفظ بشكله، والنقشة برضه أهي زي ما هي. بس وترشوا بقى حبة سكر أو من غير، أنا رشيت عليه سكر بسيط. وصحيح الجبنة مش يعني مش هتخلّي طعمه مغيّر أو هتغيّر حاجة في التكنيك بتاع المعمول خالص، لأ بالعكس حلو أوي. واللبن البودرة اللي إحنا حمّصناه على النار ضاف له إضافة جميلة جدًا، جدًا. أتمنى إن أنتم تجرّبوها وتقولوا لي رأيكم. بُصّوا بقى المعمول بتاعنا ناعم جدًا وهش، يعني بجد مش طبيعي، تمام. اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد أنا ريهام. هاستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو شير ولايك واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد مني. تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. بصوا جميل أوي أوي. كل سنة وانتم طيبين. يلا سلام.